الأهلي يفوز بثلاثية على مودرن سبورت 3-1. أنا وجهة نظري هي مع الرأفة، أو يعني بأقل مجهود بقى أسميها على الواقف. آه، الأهلي يعني حط النهاردة مودرن سبورت في وضعه الطبيعي، اللي هو مستواه بتاع السنة دي. الزمالك هو لما لعبه هو اللي كان وحش، وخلى مودرن سبورت يفوق، وخلى مودرن سبورت يصدق ان هو ممكن يكسب الزمالك. الزمالك هو اللي كان مستواه مزري لغاية ما خلى مودرن سبورت يفتكر تاني ان هو يعني كان فريق كويس، وكان فريق ند نوعا ما للأهلي وللزمالك في المواسم اللي فاتت. النهارده الأهلي أظهره بوضعه الطبيعي بتاع الموسم ده. عايز أقول إن جراديشار اللي هو المهاجم الجديد للأهلي، يعني انا مش عايز اقول لك هو بيهدد وسام ابو علي، بس يعني ايه، هيدبدب ورا وسام ابو علي. يعني هو جاب جون النهارده اهو وعمل جون، والماتش اللي فات جاب جون. بس انا شايف ان وسام ابو علي هنا وهو هنا تحتيه بشويه. ليه؟ انا يعني ما بقولش كده يعني رايي وخلاص، لا. لو هنيجي نتكلم في حاجه من واجبات راس الحربه والادوار اللي انا دي بقى بسميها ادوار اضافيه، يعني اللي بيعملوا زياده دوت ابو سام علي ده زياده. الادوار الاضافيه اللي بيعملها وسام ابو علي، اللي هو اللي ينزل يعمل محطه متاخره من تحت للفرقه عشان تطلع عليه، ويستلم ويعمل اسكان ويدور اللعب ويبص لاخر الملعب ويغير اللعب الناحيه التانيه، او يعمل وان دبل باس مع حد من زمايله اللي طالعين من تحت، او ان هو بيصنع لعب ويخش ياخد الكره التانيه من ال 18. دي انا شايفها ادوار اضافيه. الادوار العاديه اللي هو المهاجم الكلاسيكي العادي اللي ما بيعملش لا فوق اللي عليه ولا تحت اللي عليه، زي المهاجم الجديد اللي جابه الاهلي اللي هو اللي جاب جون النهارده جراتشار، وعمل ثرو باس لامام عاشور بوش رجله الخارجي. فلو يعني الاهلي موفق في الصفقه دي ليه؟ مش عشان هو مهاجم جامد، لا. هو بص يا جماعه، هو في الصندوق هو مهاجم صندوق كما انزل، اللي هو بيجيب جون وخلاص. خير الكلام ما قل ودل. اللي هو ايه، انا جات لي كرة عرضية هحطها برجلي او هحطها بدماغي وجبت جون، انا خلاص عملت اللي عليا، انا راس حربة مش هفرق كتير. لكن وسام ابو علي بيعمل دي وبيعمل فوق دي. طب هنيجي نتكلم في السرعات، في السبرنتات اللي يجي يسبق مدافع او يعني يقدر يعافر في سبرنت مع مدافع، وسام ابو علي يكسب. إيه، في التيم وورك مع الفرقه، اللي هو يقدر يلاعب الفرقه، يقدر يعمل محطه، يقدر يستلم تحت ضغط ويلف ويعمل وترنته احسن، وترنته اعلى، وحتى في التحولات ممتاز. وسام ابو علي يكسب. طب الكور العرضيه بالراس، وسام ابو علي يكسب. الكور الارضيه، يعني شايف الاتنين ممكن يبقوا زي بعض. ال- الوقفة بقى عشان الكرة التانية، أنا شايف إن جراتشار يمكن يتفوق نسبيا، حاجة بسيطة، لغاية دلوقتي، حاجة بسيطة عن وسام أبو علي. أو زي يعني عايز أقولك إن هو زي وسام أبو علي، بس إيه، ممكن يسبقه بحتة سنة صغيرة في بتوقع الكرة التانية أو الحركة جوه 18. ليه؟ عشان كده بقولك، كنت قلت لك في الأول، أول الكلام، هو أنا شايفه زي وسام أبو علي. او يعني سوري، مش زي وسام ابو علي، تحت وسام ابو علي. وجهة نظري، جايز يمكن الايام تثبت العكس، ان هو احسن من وسام ابو علي في حاجه، بس انا شايف من اول ماتش لعبه او اول شوط لعبه، الماتش اللي فات قدام بيراميدز، والماتش ده، انا شايف ان بصراحه وسام لما بيرجع هو الاهلي موفق في ايه، ان جاب واحد يقبل من غير مشاكل، او يبقى ده الطبيعي ان هو يبقى الاحتياطي القوي
بتاع وسام ابو علي، اللي هو امتى؟ لو وسام ابو علي يكون مصاب اهو بيلعب، هيلعب مكانه، هيبقى كويس، هيبقى احسن من كهربا. طبعا مش هيبقى زي امام عاشور، هيبقى احسن من امام عاشور طبعا، امام عاشور مش راس حربه. احسن ما كان يحطوا الواد الناشئ اللي اسمه محمد سمير او سمير محمد، مش فاكر اسمه ايه، يحطوه راس حربه، هو برضو لسه عيل ناشئ صغير. فاكيد دقة قوية جدا لأسامة أبو علي. أسامة أبو علي اتصاب بقى، انذارات، تراكم انذارات، طرد، مش عارف ايه، تعب، إرهاق، بيريحوا علشان ماتش مهم في أفريقيا بتاع. يبقى أحسن احتياطي لأسامة أبو علي، من غير صداع، من غير وجع دماغ، من غير ده لعيب محترف. ده لو قلت له اقعد على الدكة عادي، انا بقبض مرتبي، مدير الفني قال لي العب هلعب، احتياطي احتياطي، مش هفتح بقي، مش هتكلم. فمن غير مشاكل، من غير وجع دماغ، من غير صداع. وسام ابو علي وجهة نظري التي لا قيمة لها على الاطلاق، هو راس الحربة الاساسي والاول بالسكواد اللي انا شايفه في الاهلي دوت. هو راس الحربة الاساسي والاول في النادي الاهلي، ومن بعديه الصفقة الجديدة اللي لسه جاية دي. طيب، إيه ليه بقول حسين الشحات ابتدى يتحرك ومكانه مهدد؟ حسين الشحات خلاص جاله اتنين مكانه، تريزيجيه واشرف بن شرقي، وواحد منهم كان قاعد له النهارده فين؟ في مدرجات. يعني تريزيجيه جاي كمان خلاص، كلها 4 شهور وجاي. بن شرقي قاعد له النهارده في مدرجات. بن شرقي على فكره ممكن يلعب وينج شمال، وتريزيجيه يروح يمين. فواحد يقول لي ده عم حسين الشحات مش مهدد ولا حاجه، حسين الشحات ممكن يلعب وينج يمين زي ما كان بيلعب النهارده. شوف النهارده كان واكل الملعب ازاي، ومقطع السمكه وديلها النهارده. عشان الشيخ خلاص جاله واحد، بدل ما كان انا كنت لوحدي، لا في طاهر ولا في رضا سليم ولا في بيرسي تاو ولا في اي بتنجان، انا بلعب لوحدي، وحش هلعب، حلو هلعب. فجي لي واحد هيهدد مكاني، لا انا هفوق تاني. زي ما وقت تجديد العقد انا كنت كانوا هيمشوني، طيب انا هوريكم بقى. قعد فحت في الصخر والصخر وكان النجيله، بقى احسن وينج يمين في وينج شمال في مصر وفي الاهلي. بقى بيتقال زيزو احسن وينج يمين واحسن وينج شمال حسين الشحات. ليه؟ كان هيمشي. دلوقتي كانوا برضو بيتهدد، بن شرقي هيلعب شمال عن ناحيته. طب انا بقى اروح يمين؟ لا، ما تريزيجيه ممكن لو انت مش كويس هتروح تريزيجيه هيروح يمين. وبيتكلموا في كوتيسا هيقعد الثلاثه، تريزيجيه وبن شرقي وحسين الشحات احسن منهم كلهم، ممكن بيتساوى مع تريزيجيه، ما كان بالتاكيد او احسن من بن شرقي واحسن من طبعا من حسين الشحات. فبقى عنده دم، وبقى بياكل النجيله النهارده، وابتدى يفوق، وبقى يصنع، وبقى يباصي، وبقى بيشوط، وبقى يرقص ويموه ويرفع عرضيه ومش عارف ايه. ابتدى يرجع 60 70% من مستواه، اللي هو اللي بدل اللي كان عليه الفتره اللي فاتت مستوى مزري. علشان طبعا كان شايف مفيش غيره ومفيش حد بيهدده على الدكه، فانا كنت الاول والاخير. وهو كان فعلا هو وحش حلو بيلعب حسين الشحات، لان كانش في غيره فعلا مع كولر. فالاهلي الصفقات اللي عملها فوقت الفرقه قبل ما تلعب. وجهه نظري فوقت الفرقه. مصطفى العش انا شايفه مش احسن من اشرف داري. هو كويس عادي العادي، يعني زيه زي ياسر ابراهيم، يمكن ياسر ابراهيم احسن، وزيه زي رامي ربيعه، يمكن رامي ربيعه احسن. هو احتياطي كويس ليهم، مش وحش، هو احتياطي كويس. بس انا شايفه ان هو مش احسن من اشرف داري، بس يمكن عشان اشرف داري اصاباته كتيره، واحتمال الاهلي يستغنى عنه بسبب الاصابات الكتير، ومرتبه العالي والفلوس اللي جاب بيها فلوس جامده، 2.5 مليون دولار تقريبا، فيعني جاب مبلغ كبير جدا. فمصطفى العش مقارنه بيه جاي ببلاش مقارنه بيه يعني. فالصفقات الجديده فوقت كتير جدا 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 الاهلي من قبل، انا شايفها من قبل ما تلعب. واحمد رضا دوت اهو فوق امام عاشور تاني، وفوق احمد رضا تاني، وفوق وادى الفرصه لعمرو السوليه يجز برضو، وعمر الساعي مع يعني.
ومروان عطيه برضه ايه، عشان لو بتتكلم في تجديد واكرم توفيق مشي ومش عارف ايه، فمش هيبقى فيه غيرك. فاحمد رضا جاي. احمد رضا جه، مش جاي، احمد رضا جه. احمد رضا بيلعب رقم 6 ممتاز، ومتأسس في الزمالك، فواخد على الفرقة الكبيرة، واخد على الضغط، واخد على اللعب، على اللعبة الكبيرة. فالأهلي عمل استراتيجية قوية جدا وبانت في أرض الملعب من قبل ما اللعبة الجديدة تلعب. الناس بتخطط وبتبص لقدام. أنا زملكاوي بقول الحق. الأهلي إدارته بتفكر من دلوقتي، بتعمل حسابها من دلوقتي لقدام ل6 شهور قدام، وعملت صفقات منهم مثلا على سبيل المثال تريزيجيه وكوتيسا في السكه. مش جايين دلوقتي، لا بيخلصوا فيهم دلوقتي عشان يلعبوا بعد 6 شهور على طول، من غير كلام ومن غير بقى ما عروضهم، ما ارقامهم تعلى، ومن غير ما مرتباتهم تعلى، والانديه غالي. بيحاول ياخد في الرخصه دلوقتي ل6 شهور قدام. مبروك للنادي الاهلي، ومش هطول عليك اكتر من كده. نتيجه متوقعه وفوز متوقع. ومن هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى القناة تكون عجباكم، وأتمنى دايما دعمكم واشتراككم في القناة. السلام عليكم.